خريطة مصر رسمها المولى سبحانه بشريان، وتعلمنا من الخالق من بدء الزمان إن مصر وعمرها وخضرها لازم يتفتح لها شرايين توسع أبواب الرزق وفرص للملايين. مصر شعبها ارتبط بأرضها وناسها ارتبطوا بأهلهم، ومهما شرقوا وغربوا يرجعوا بعد سعيهم. كان لازم طرق وكباري توصل وتوصل، وسكة حديد تنقل وتيسر، ومواني تجيب الخير لمصر وتفتح لولادها طريق في عرض البحر. الطرق في مصر كلها بتتطور، كباري فوقها بتطلع أسرع ما نتصور. كوبري طريقه غالي علينا يربط قلب مصر بأرض سينا. شريان جديد، عربيات وسكة حديد. كوبري مبارك السلام شريان ورمز للتنمية والتعايش السلمي. اتعلمنا من طريقة بناه وبنينا كوبري بنفس التقنية في أسوان. كوبري تاني في وجه بحري في بركة السبعة بتكلفة 46 مليون جنيه. مش بنعرف نعدي، كنا بنتأخر على الدروس وعلى المواعيد بتاعتنا، نتأخر على المدرسة. السوق ده كان بيحصل فيه حوادث بالنسبة للناس الكبيرة والناس اللي هي المسنة والأطفال الصغيرين برضه اللي كانوا بيعدوا السريع. العربيات بتيجي اللي هي ماشية على الطريق تاخد مننا الركاب، وكان بيحصل خناقات بيننا وبينهم وبتاع، لكن دلوقتي بعد الكوبري ده مفيش حاجة والموقف بقى مظبوط. وكوبري في أليوب بأكتر من 40 مليون، وغير كده بيتعمل طريق حر تكلفته أكتر من 360 مليون جنيه. أمان أكتر للكل. والطرق التقليدية بتتطور، أجا منود وضفرة كفر الزيات، شغل بيتم بأقصى الإمكانيات. شبكة الطرق في وجه بحري بتتطور، ومخططها المستقبلي هيخليها شبكة عالمية في دلتا نهر النيل. بقالنا سنين بنعاني من طريق الصعيد. ازدواج طريق القاهرة أسيوط أول خطوة بطول 360 كيلومتر وبتكلفة 350 مليون جنيه، وأهميته إنه بيمر في 5 محافظات مصرية. كباري الصعيد في ملاوي وسوهاج وكوبري الوسطى اللي هيكمل السنة الجاية. شبكة كاملة في جنوب الوادي، ده غير طريق ابتدى الشغل فيه يربط الصعيد بمواني البحر الأحمر، يفتح لمنتجات الصعيد فرص للتصدير أكبر. و5500 كيلومتر سكة حديد واكتر بتنقل نص مليار راكب في السنة. البنية الأساسية موجودة عندنا، تحديثها اتأخر كتير لكن بدأ يتحرك في أكتر من 750 محطة قطر. مش هنبتدي من أول السطر لأننا ابتدينا من أكتر من 120 سنة. طبعا العربيات اللي هي كانت تانية وتالتة قديمة دي اتلغت نهائي. دلوقتي كل العربيات اللي موجودة في التشغيل مميزة وخدمة عالية جدا وممتازة. أول كانت ممكن نقول من غير إزاز، ساعات ما تبقاش فيها باب، لكن دلوقتي خلاص الحاجة اتغير خالص، بقت فيها طبعا كراسي كويسة، البيبان كويسة. حتى الناس اللي قايمين على خدمة القطر والكلام ده كله بيوفروا لي المعلومة وبيوفروا لي المكان. في تحسن في الفترة اللي فاتت مفيش شك، بس في نفس الوقت يا ريت المستوى يوصل للي احنا كلنا بنحلم بيه. كل قطر بميعاده، مفيش تأخير، الخدمة جوه القطر 100. أهم حاجة قطع تذكارات بس، ما قطعش تذكارات تدفع. وبطول ال 5500 كيلومتر هنصلح كل الإشارات والمحطات، ونجيب جرارات للقطارات بدل اللي انتهى عمرها الافتراضي، ونصنع عربيات حديثة بإيدين ولادنا عشان كل واحد مننا يكون راضي. إنتاجية المصنع من 8 عربيات شهريا إلى 22 عربة شهريا، وده معدل عالي عالميا حسب الإمكانيات الموجودة. ارتفع مستوى عربيات البضاعة ل 30 عربية بضاعة شهرية، وده رقم كبير. يعني عملنا الدرجة الثانية، عملنا الأولى المكيفة، عملنا كل عربيات الدرجة الثانية، تكييف سقف، تكييف مركزي، عربيات القوة عملناها. جرارات السكة الحديد عصب التشغيل، 320 جرار بيعملوا 1000 رحلة كل يوم بيتجددوا.
وبينضاف عليهم جرارات جديدة. على آخر 2008 700 جرار جديد هيخلوا السكة الحديد حاجة تانية، وكل سنة عدد أكبر عشان تخدم ناس أكتر. السكة الحديد اتبنت على مدى السنين بسواعد رجالة ليل ونهار في صمت شغالة، وب5 مليار بيطوروها في ورش مصرية. المشاريع بتدرس وبتطبق في 11 ورشة. وزي ما مصر كانت أول بلد في المنطقة تستخدم السكة الحديد، كانت أول بلد يدخل عصر مترو الأنفاق، مظهر حضاري متقدم. يحل مشاكل زحام القاهرة بخط أول وخط تاني وخط تالت الشغل فيه هياخد 6 سنين و6.5 مليار جنيه عشان يوصل أماكن أكتر ويقلل الضغط على الشوارع وزمن نقل الركاب واقتصاديات النقل وتكلفة المواطن في حياته اليومية وكل أموره الاقتصادية. وعشان نحافظ على مظهره 35 محطة في الخط الأول النهاردة بيتم تطويرهم. بطلع من بيتنا الساعة 8 بوصل 8:30، نص ساعة بس عقبال لما بوصل الكلية بتاعتي. خاصة ان مفيش اشارات او حاجات مرورية بتعطل الموظف ان هو يوصل مكان عمله. وعشان مشكلة النقل شاملة أشكال كتير، كان لازم حلول النقل كلها يوصلها التطوير. تعاقدات النقل الجماعي في كل المحافظات هتقدم خدمة أسهل وأرخص في كل الاتجاهات. والنقل النهري بدأ تطويره ويتعمل له شبكة كاملة للنقل النهري عشان بيئة أحسن واقتصاديات أفضل. في وصف مصر دايما نسمع عن عبقرية المكان، أهمها إطلالات طويلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض. اسكندرية فيها أقدم ميناء في العالم، ويمكن كمان يكون أحدث ميناء. من 5000 سنة واكتر شاف انتصارات وفتوحات، وأحدث انتصاراته تطوير كل إمكانياته. محطة ركاب على أعلى مستوى تستقبل سواح، فيها سوق حرة ومركز تجاري ومطاعم وتجهيزات على أعلى مستوى، ومناطق استقبال وانتظار وخدمات، وزاد عليها محطة قطارات تنقل الراكب من قلب الميناء لقلب مصر. This is a very nice harbor. Everything seems well organized. It gives an excellent idea of the country and of the harbor when you are arriving here, because you see that everything is pretty. I'm very happy to be here. Taxis available, duty-free shop, so that is what the passengers would like. ونقل البضائع بقى برضه على أعلى مستوى بعد تطوير الأرصفة والساحات والمنشآت. مواني مصر المتطورة على البحر الأبيض فيها ميناء الدخيلة وميناء دمياط اللي استثماراته بالمليارات، استثمارات مشتركة لتطوير الأرصفة وتكنولوجيا تداول الحاويات، تشغيل أكبر للعمالة في كل المجالات. والبحر الأحمر موانيه كتيرة في السويس وبورسعيد وبورتوفيق، ونظام جديد حقق لمصر نقلة نوعية في ميناء السخنة اللي بيدار بأحدث الوسائل التكنولوجية. مشروع قومي عملاق، ده غير مواني الأدبية وسفاجة والغردقة ونويبع وشرم الشيخ والطور، ومواني متخصصة للتعدين والبترول. آلاف الكيلومترات من الفرص، 96% من تجارة مصر الخارجية بتتم عن طريق المواني البحرية. مصر بتفتح أبوابها للاستثمار. الطرق والكباري والسكة الحديد ومترو الأنفاق والمواني البحرية والنهرية شرايين حياة في مصر اللي جوه قلبنا وعنينا، وبجهدنا وعزمنا هتفضل تتقدم بينا.